هل سبق لك أن استيقظت صباحاً ولم تستطع فهم لماذا ما زال الظلام يحيط بك؟ في المغرب هذا ليس مجرد إحساس، بل واقع يعيشه الملايين يومياً بسبب الساعة الإضافية. منذ سنوات اعتمدت الحكومة توقيت GMT+1 بشكل دائم، لكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أشعل موجة غضب واسعة بين المغاربة الذين عبروا عن رفضهم من خلال عرائض واحتجاجات، مطالبين بإلغاء هذا التوقيت والعودة إلى الساعة القانونية. لكن لماذا كل هذا الرفض؟ أولاً، التلاميذ والطلبة يخرجون في ساعات مبكرة من الصباح في ظلام دامس، مما يؤثر على تركيزهم وصحتهم. تخيل طفلاً يبدأ يومه وهو يشعر وكأنه لم ينم كفاية. ثانياً، الساعة البيولوجية. أجسامنا مبرمجة على توقيت طبيعي، وعندما يتم تغييره بشكل مصطنع تظهر مشاكل مثل التعب، الأرق، وقلة التركيز. ثالثاً، الحياة اليومية. الكثير من الأسر تجد صعوبة في التكيف مع هذا النظام، خاصة في فصل الشتاء، حيث يصبح الصباح مظلماً بشكل مزعج. ورغم أن الهدف من الساعة الإضافية هو توفير الطاقة، إلا أن العديد من المغاربة يشككون في فعاليتها، ويعتبرون أن الأضرار أكبر من الفوائد. لهذا انتشرت عرائض تطالب بإلغاء الساعة الإضافية وفتح نقاش وطني حقيقي حول هذا القرار الذي يمس حياة الجميع. وفي النهاية يبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المسؤولة لصوت الشارع، أم ستستمر الساعة الإضافية رغم كل هذا الجدل؟ شاركنا رأيك في التعليقات. هل أنت مع أو ضد الساعة الإضافية؟